السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. نتمنى تكونوا كامل بخير ومهنيين ان شاء الله يا رب العالمين. واش راكم البنات؟ وش اخباركم؟ وش احوالكم مع الولاد مع الروتين؟ انا لاباس الحمد لله كالعاده، شايطه مع الروتين ومع الولاد. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على الصحه والعافيه. واليوم جبت لكم روتين يومي نشيط ومحفز، ان شاء الله برك يعطيكم طاقه ايجابيه. وحبيت نشكركم على التعليقات اللي راكم تخلوهم لي، راني نقرا فيهم كامل. وثاني حبيت نقول لكم في اخر فيديو اللي خليته وانا نقرا في التعليقات، طحت في واحد التعليق نوض لي قرون في راسي بصراحه. يعني وحده طلبت مني ندير لكم موضوع عليه. ها قدامكم هذا التعليق، قالت لي: أم نساء من فضلك ديري لنا موضوع على الزوج اللي ما يصرفش للزوجة تاعو ويخليها بالجوع ويستخسر فيها كلش، وحارمها من الخرجة ما يخليهاش تخرج. وفي تعليق واحد اخر قالت لي: من فضلك هذه قصتي باختصار، ديري لنا فيها موضوع واعطيني بعض النصائح، بالك كاين اللي يعاني من نفس المشكل. انا نهار عرسي الزوج متاعي ما عجبتوش، المهم مع الصباح نسمع فيه يحكي للام نتاعو قالها ما عجبتنيش العروسه، والام نتاعو راحت شيعتها عاد الاهل نتاعو والجيران. المهم جرحوني بزاف بالكلام، ولاو يتبلاو فيا باه نطلب الطلاق، وما يعوضليش حتى شيء. وما يعوضليش حتى شيء. المهم انا قلت له: كون جيت ليا وقالت لي وقال إيه وقلت لي راكي ما عجبتينيش، وقلت لها بيني وبينك قلت والله السمح ونرجع لك الدراهم، آه، شرطك ونرجع لك وش خسرت عليا. المهم حطمني الزواج هذا بزاف، وولات ما عنديش ثقة في نفسي. لا حول ولا قوة إلا بالله. درك أنا وش نقول لك؟ قولي لي درك وش نقول لك؟ أه؟ أنا راح نسقسيك على النقاط ونفس الوقت نجاوبك على كل حاجة، باش تدي رأي في كل حاجة، وإن شاء الله نوصلك ميساجي وتستفادي منه. أنا راح نعتبرك أختي درك. أختي جات شكات لي وبالفعل راكي أختي. راح نكون قاسية عليك في بعض النقاط، وراح نوجه لك شوية عتاب وندير فيك اللوم، وما تزعفيش مني ربي يحفظك. باش لازم ننصحك مليح، ونطلب من البنات تعطونا رايكم في التعليقات. برك بين قوسين للنساء الكبار والفاهمات والواعيات، هذوك الذر تاع طلقي 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 غير عفونا، الحديث راهو سهل عندكم. المهم نرجع للحديث تاعنا، الموضوع نتاعنا درك نجيبوها درجة بدرجة من الأول ونكملو. بداية زواجك كانت الخطبة. قولي لي برك، راني حرت كيفاش ما شافكش نهار الأول حتى يتشوكا فيك نهار العرس؟ ها؟ كيفاش ما شافكش؟ مستحيل يكون ما شافكش. اذا حاسته بس قاع يشوفك في التصاور، وهو اللي قرر يتزوج بيك ولا ما يتزوج. وهنا راح يكون اللوم عليه وعلى والديه. هو اللي قبل يتزوج بيك وجابك، ما حقوش بتاتا يهدر عليك، بيسك جابك بإرادته. النقطة الثانية قلتي: وش تديري للزوج اللي ما يصرفش على مرته ومخليها بالجوع ومستخسر فيها كلش وحارمها من الخرجة؟ هنا يا اختي راكم في زوج غالطين. كي انتي كي هو باين عليه بلي غلط فيك، وراح يتحاسب قدام ربي. فهمتي؟ ومن جهة أخرى انتي ثاني غلطة. كي شفتي راجلك باخلك وحارمك من كلش، علاه قاعدة تستناي وتشوفي فيه ما رحمك؟ ما خلا رحمة ربي تنزل. تحركي ديري الحل لعمرك. انا مش راح نقول لك تطلقي، لا لا، انا ضد الطلاق. زعما كي تطلقي من عنده بي من راح تتزوجي؟ هتلقي غير واحد كيف ولا اعر منه، رجال كاع كيف كيف الى ما رحم ربه. هذه اذا تزوجتي، واذا ما تزوجتيش تقعدي عند مالك. يقول لك المثل: تزوجي زواج الشين ولا المقعد عند الوالدين. بيسك الوالدين ما يدوموش، وتلقاي روحك تطايشي بين خاوتك وخواتاتك. الله لا يبليك بطلاق يا اختي. كيما قلت لك تحركي، يا خدمي كاش حاجه بزنسي. وقتنا هذا متطور ياسر، غير اللي ما يعرفش اللي يقعد يخسر. اخدمي في دارك من شنبرتك، من شنبرتك تخدمي. كاين تجاره الكترونيه، كاين خدمات اونلاين. انا مش عارفه ظروفك كيفاش، بصح اخدمي ما تقعديش تغزري في راجلك. نعرف ان المراه اللي مش ناجحه اللي تقعد حابسه وتشوفي راجلها يمد لها دور ولا زوج دورو باش كش ما دير بهم حاجه. ديك المراه اللي مش ناجحه. كوني ناجحه وخدمي على روحك. كي عاد باخلك وحارمك من كلش، اما لا خدمي وبالسيف عليه تخدمي. الخدمه كاينه.
على بالك كي تكوني مستقلة ماديا، كي تكوني كي الغلا يعود يشوف فيك لون جبة السلطان، والعكس كي تكوني ملكة جمال وما عندكش الدراهم راح يحقرك ويذلك حتى تعودي كي الغلا من الهم تاعو. بين قوسين راني نحكي على بعض الرجال اللي كيما هذا النوع، ماشي كامل الرجال كيف كيف. كاين بعض الرجال ما شاء الله عليهم ما يخليش مرته تحتاج ولا تشتاق حاجة، يروح يسلف ولا يتكلف غير باش يقومها، بيحاس بالمسؤولية وخايف من ربي، على بالو نهار القيامة تلتقي الخصوم. روحي يا اختي، المشكل تاعك انتي كي ما عندكش الدراهم، نهار اللي تعود عندك الدراهم ثم راح يعود يشوف فيك لالاتهم، يعود يقولك لا لا مولاتي. انا نقترح عليك شوفي اي خدمة ولا مشروع اللي يوالمك وابداي فيه وتكلي على ربي، كوني مستقلة عليه، وادعي ربي واستخيري ربي يصلح ويهديه ان شاء الله. والنقطة الثالثة اللي قلتيها، قلت له كون قلت لي انا باللي ما عجبتكش ورجع لك دراهمك وكلش ونطلقوا من نيتك يا اختي، نظن انتي اللي فيك الخلل، لا حتى تعطيه في الحق عليك، انتي هنا عطيتي له قيمة اكثر منه، ياك هو اللي جابك بإرادته، ملا علاه ذليتي وخلعتي منه وراح تسمحي في حقك تعطلك. هنايا عرفتك ماخذة روحك يا اختي، المشكل مش في خليقتك، الخليقة شوي بمكياج تتريقل. نعرف النساء ما يشبهوا الوالو، صفر انوثة، متزوجين وعاجبين رجالهم، لكن دايرين قيمة لرواحهم، مش لي جات يقبلوا بها ومش لي جات ترضيهم، ويتقلشوا ويتشرطوا ويتزعبلوا، والله كيما راني نقولكم، وثم طلعت قيمتهم، والله غير ثم طلعت قيمتهم. سورتو كي يتزوجوا التحفة والحطة يا اختي هي اللي دير النساء قيمة وفوقها الدرهم، بصح التحفة والحطة لازم هي الأولى، بيسك الدرهم مش أي مرة عندها الدرهم، بصح التحفة والحطة والتقدير الذات هي اللي تخلي الناس يقادروك، كي يشوفوك خايفة ومذلولة وفوقها مبهدلة روحك، لا تحفة لا حطة، والله تتحقري، وحتى تكوني ملكة جمال تتحقري. هنا يا اختي عرفت على حقرك، بيك حقرة روحك، نوضي يا اختي قلبي صفحة بداي في صفحة جديدة، وعمرك لا تزيدي تسمحي في حقك ليه بأي طريقة، ما تسمحيش في حقك. انا اللي ننصحك بها، اخدمي الليل ونهار وتهلاي في عمرك، قلشي روحك وتهلاي في روحك وشوفي كيفاش يشوفك من بعد، والله غير يشوفك ملكة زمانك. اخدمي برك، وحتى راكي ساكنة معاهم اخدمي الخدمة اللي تناسبك عندهم، على بالي الخدمة صعيبة في دار شيخك، بصح لازم تخدمي، ما تبقاش تشوفي غير بالعين، ما تقولي ليش الدراهم ما عديش، بيعي كاش حاجة ذهب اللي عندك وابداي بيها، اذا ما عندكش روحي لامك تعطيك، ولا تسلف لك مع خاوتك ولا خواتاتك، 100 ألف تبداي بيها، 200 ألف تبداي بيها، 300 ألف تبداي بيها، اللي جات المهم بداي، البداية صعيبة بصح ربي يسهل ان شاء الله، ربي يسهل لك امورك ويصلح لك احوالك ان شاء الله يا رب العالمين. هيا البنات كش ما تنصحوها في التعليقات، اقترحوا عليها كاش حاجة، اعطوها رايكم، حالتها راهي تمثل 80% من نساء العالم مش غير جزيريين، كاش ما يستفادوا من تعليقاتكم من تجاربكم، ممكن يطيحوا في كاش تعليق يغير لهم حياتهم وينفعهم. هيا قولوا لها في التعليقات البنات. وهنا يا البنات وصلت لنهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، والى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.